بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا ام احمد ودي قناتي قناه عيون الطبخ. لو اول مره تشاهدوها فضلا وليس امرا حطوا لايك، وكمان لو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل فيديوهات جديده بنزلها. ويا ريت بقى تشيروا الفيديو لاكبر عدد من الاخوات والاصحاب والحبايب حبايب قلبي كده عشان الكل يستفيد، وكمان قناتي مش هتكبر الا بيكم. طيب انت هتعملي لنا ايه النهارده يا ست ام احمد كده؟ هعمل لكم النهارده كده صينيه بطاطا. بتقولي ايه صينيه بطاطا؟ ايوه يا جماعه، لازم نغير بقى من مفهوم البطاطا إيه مسلوقه او مشويه والكلام ده. فانا هعمل لكم النهارده صينيه حلوه قوي تستاهل بقكم بجد. بس بالله عليكم ما تنسوش تحطوا اللايك. تمام. طيب في هنا معايا 2 كيلو بطاطا، ومش عايزه اقول لكم ال 2 كيلو بطاطا دول عندي بقالهم اسبوعين والله العظيم، وانا ناسيهم خالص خالص خالص، مش فاكراهم. ففي اليوم ده كانت اختي عندي بعيالها وكده وانا بجهز لهم الغدا، فبص لقيت في كيسه كده بطلعها لقيت فيها بطاطا. يا ولاد ده في بطاطا هنا اهو. قالوا والله يا خالته. قلت لهم اه والله. ايه رايكم اعملها لكم صينيه؟ قالوا بجد؟ بس يعني ايه صينيه يا خالته؟ البطاطا هي مسلوقه يا مشويه. قلت لهم بس اصبروا عليا كده واحنا مع بعض اهوت وخليكم، وان شاء الله لازم تاكلوا منها قبل ما تروحوا. طبعا فضيتها زي ما انتم شفتوا كده في الطبق، ولازم تتغسل غسله كويسه، وما شاء الله كله كان بيتخانق على اللي يغسلها زي ما انتم شفتوا قدامكم يعني. المهم قلت لهم البطاطا معاكم اهي، المهم قشروها لي وقطعوها لي وهاتوها لي بقى ومالكوش دعوه بالباقي. خلاص. قالوا ماشي. فام اختي خدتها بقى ايه بعد ما غسلوها وروقوا عليها كده، قشرتها وقعدت ايه تقطعها زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وبتقطعها بايدها الشمال. شوفوا ما شاء الله شمالي هي اختي دي، بس بسم الله ما شاء الله مش عايزه اقول لكم شاطره جدا جدا برضو. المهم انا كنت واقفه بقى بجهز لهم الغدا طبعا، وهم هنا شغالين في البطاطا. البت جودي بالصلاه على النبي بالصلاه على النبي يعني عليها كده، تحب الايه اللعب موت يعني. فقلت لها ماشي. المهم بعد ما غسلنا البطاطا وقطعناها برضو كده، حطيت عليها كده نص كوبايه من الميه وغطيت عليها وسبتها كده على النار لغايه لما نزلت السوائل اللي فيها. وبعد كده ضفت لها كده كوبايه الا ربع من السكر، والسكر ده حسب رغبتك حبيبتي انت وهي. حسب كمان نوع البطاطا بتاعتك، لان في بطاطا بتكون مسكره فمش بتحتاج سكر كتير، وفي بطاطا طبعا بتكون دلع بتحتاج. فانت حسب التذوق بتاعك وحسب الطعم اللي انتوا بتحبوه. تمام. ولازم تسيبيها بقى تاني تستوي على النار لما تتهري زي ما انت شفت بالشكل ده. وبعد كده رفعتها من على النار وعلى طول كده، وبستسهل انا على طول وهي في الحله كده بالهاند بلندر إيه نبدا نهرسها. طب ما فيش عندي هاند بلندر عندك حبيبتي، إيه بالهراسه اهرسيها او بالمضرب اليد وعادي ما فيش مشكله خالص. طيب هنضيف لها ايه بقى؟ هنضيف لها اول حاجه كده كوبايه الا ربع من الزيت. تمام. ويكون زيت نباتي نضيف ريحته حلوه. ماشي. عشان ده احنا بنعمل صنف حلو. طيب بعد ما حطينا الزيت هضيف كده المفروض دول 2 كيلو يا جماعة. مبدئيا كده لكل كيلو 5 معالق دقيق، 5 معالق كبار هرمين من الدقيق. تمام. فأنا في الأول حطيت 5 معالق كده علشان أسهل عملية الضرب معايا أو الهرس كده. خلاص. ولازم تضيفي كده كيس بيكنج باودر عليهم، ما شاء الله بيخليها بصي تنفش معاكي وحلوة كده. خلاص يعني مهم جدا. وكمان رشه كده من الفانيليا، طبعا احنا بنعمل صنف حلو يبقى لازم تبقى ايه ريحته حلوه. وكمان هنا بقى ضفت بقى ايه ال5 معالق دقيق التانيين. خلاص. في القهوه عشان برضو ايه تعرفي تشتغلي كده براحتك والدقيق يتلفي معاكي بسرعه، وما يبقاش فيه كتل ولا حبات مخرزه من الدقيق. فعشان كده انا حطيته على دفعتين. وهنا بقى مش عايزه اقول لكم برضو الولاد عمالين يتخانقوا مين اللي تضرب بالهاند بلندر ومين اللي تشتغل بالمضرب، وعاملين محتاسين. قلت لهم خلصوا الدور كده كده عشان جاي لكم اهو. طيب حبيت برضو اعززها شويه كده. فطبعا فاكرين الزبيب اللي انا عاملاه معاكم، هحط لكم برضو اللينك بتاعه في صندوق الوصف حبايب قلبي. المهم جبت منه كبشه حلوه كده حطيتها. انا عايزه اعزز بقى طعمها شويه، وكمان كده شويه من جوز الهند كانوا فايضين عندي في التلاجة طلعتهم رميتهم فيها. وحط فيها اللي انت عايزه تحطيه، عايزه تحطي سوداني سوداني، عايزه تحطي كده بقى فستق بندق عين جمل، اللي انت عايزه تحطيه حطيه. المهم احنا كان عندنا الحمد لله هم شويه زبيب وحبه جوز هند حطيناهم والحمد لله قوي فضل ونعمه. خلاص. المهم بقلل الامكانيات اعملي حاجه حلوه لاولادك وفرحيهم كده حبيبه قلبي. جبنا بقى الطبق البايركس بتاعنا او اي صينيه انت هتستخدميها، دهنيها الاول بماده دهنيه بقى بسمنه او زيت او اي حاجه.
زي ما انت عايزه برضو. انا دهنتها عامه نقطه زيت، انا ما بضيفش سمنه في البطاطا اصلا خالص، صينيه البطاطا ما بضيفلهاش سمن، شغلي كله بيبقى فيها بالزيت. تمام. بنتي يا غاده اوه بنتي يا دنيا، يا انسه غاده. المهم ما تنسوش بقى تحطوا اللايك كده وتلمي لي الجمهور الجميل بتاعنا العسل ده، عشان يعني ايه عايزين بقى نقب على وش الدنيا. شايفين العيال قاعدين يخطفوا منها ازاي، جننوني بجد والله. و عشان انا عارفه يا دنيا، انا عارفه ان انت شويه كده هتشوفي الفيديو وتقولي لي ايه يا عيون ابعتي لي حته. فانا بقول لك اهو يا دنيا بسرعه كده الحقي حطي اللايك بتاعك وارفعي منتدى كده وظبطي دنيتك، عشان انا ايه اديكي حته بطاطا، هديكي قطعه كده حلوه من الصينيه دي. المهم بعد اصبروا بس بقى عشان ما ينتوش، بس حطوا لايك يا جدعان. حطيت بعد ما فردت البطاطا في الصينيه زي ما انتم شفتوا كده بالشكل الجميل ده، اديتها رشه برضو من جوز الهند، وفي اوقات تانية بديها رشه من السمسم، على فكره بتبقى جميله جدا جدا برضو بالسمسم. ومولعت الفرن كده على درجه حراره 180، وحطيتها كده في الرف ان هو اللي تحت خالص، بس مش على الصاجه، لو في بايركس ما تحطهاش على الصاجه. تمام. نزلي الشبكه بتاعتك حطيها على الصاجه، وبعد كده حطي طبق البايركس ده فوقها خلاص. ماشي. خدوا بالكم بس عشان التسويه ما تتحرقش منك وترجعي تعيطي وتقولي ده عيون شورتها آه، طلعت شورى. ماشي. هنا بقى البطاطا شفتوا زي ما انتم شايفين ما شاء الله، هي بتاخد بالظبط كده حوالي من 20 دقيقة 25 دقيقة في الفرن، على النار الحلوة كده ما شاء الله. أول ما بصي لو انت مولعة الشواية وحمرت الإيد في الشواية وسيبيها تستنى لغاية ما تحسي ان البطاطا تفصل كده من الجناب. تمام. طيب هنا بصوا بقى ما شاء الله. واهم حاجه كمان البطاطا ما بتتقطعش وهي سخنه وهي طالعه من الفرن، لازم تسيبيها تبرد تماما عشان تطلعيها قطع زي ما انت شايفه بالشكل كده. لكن لو طلعت سخنة من الفرن وهتيجي تقطعيها مش بتتقطع منك ومش هتطلع منك قطع خالص. خلاص يبقى لازم نسيبها تبرد عشان نعرف نقطع منها وتطلع قطع كده زي قطع الكيك او قطع البسبوسة او اي قطع انت بتعمليها خالص في الحلويات. ماشي يا انسة غادة، ماشي يا ست دنيا، ماشي يا حبايب قلبي كلكم. حطوا لايك بقى، ويا ريت كده الصينيه بتاعتنا تكون تعجبكم، وبجد بجد اعملوها طريقه حلوه قوي، وكمان تغيير للولاد. ونغير بقى مفهوم البطاطا بتاعتنا ده، لان انا بصراحه عندي مش بيحبوا لا بطاطا لا مسلوقه ولا مشويه حبايب قلبي. يوم ما بفكر اسلق البطاطا انا اللي بتدبس فيها لوحدي ولا اللي باكلها لوحدي، وارجع تاني اقول عايزه اروح اعمل دايت وعايزه اخسس والكلام ده كله. فخلاص انا بقيت اعتمد كده واعمل البطاطا بالطريقه اللي انتوا شايفينها الجميله دي. وما شاء الله ما شاء الله عجبت كل اللي اكلها، مش ولاد اختي بس بصراحه. الصينيه دي مش عايزه اقول لكم كل منها ناس كتير كتير. ابني خد منها لاصحابه عجبتهم جدا، قالوا عايزين تاني. المهم قلت لهم ان شاء الله اعمل لكم مره تانية. وبكده الفيديو بتاعي يكون خلص معاكم، يا رب اكون عند حسن ظنكم. يا احلى واغلى متابعين قناه عيون، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن حبيب قلبي.